بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين نتوما؟ هانيين، رمضان مبارك سعيد عليكم إن شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة والهنا. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم العسل بمكونات بسيطة وكيجي زوين وخاتر، وتقدري تستعمليه لجميع المؤسسات ديال رمضان. جربوا هاد الوصفة، هذه راها زوينة وسهلة، مكوناتها بسيطة. كما كتشوفوا العسل ديالي خاتر وزوين ورائع، واللون ديالو مذهب. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفات تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو ان شاء الله المكونات والطريقه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. عندي هنا 2 كيلو ديال سنيده، وغادي نزيد عليهم لتر ديال الماء. لتر ديال الماء، وغادي نزيدو واحد نص سيطه اخر. هنا البنات غادي نزيد ليمونه كامله وحامضه كامله. هانتوما هاد الليمون والحامض هو اللي كيعطي واحد البنه زوينه. دابا غادي نزيد واحد الكميميسه ديال الزعتر غادي نعصلو، غادي نديرو فواحد طريف ديال زويف او فاصمه، وغادي نضيفو العسل ديالي عاد غنشعل عليه. البنات هذا هو الزعتر، انا غادي نكمسو هنا وغادي نضيفو العسل ديالي. هاد الزعتر زوين وكيعطي واحد النكهه زوينه ورائعه. دابا غادي نحطو هاد الكميسه وغادي نشعلو العافيه مهيله. مره غادي نبقاو نحركو، ومن بعد ما نبقاو نحركو غادي نبداو نضغطو على هاد الطريف، هاد الليمون والحامض باش يذوبوا، حيت كانوا عندي في المجمد. نضيف واحد القبصه ديال الملح باش نصحو الذوق. غادي نشعلو العافيه. دابا غادي نخليو ديك العافيه مهيله، غادي نبداو نحركو شويه بشويه، ومن بعد غنقول لكم باش غتعرفوه طاب. غادي نقول لكم الطريقه اللي غديروا باش غتعرفوا العسل ديالكم طاب. هانتوما البنات، الا بغيتو تعرفوا العسل واش طاب، كتشوفي هاد الحامضه، هادي راه حامضه. شو كي ولات حامضه ولا ليمونه، انت باش طابو مابقاش كيبان اللون ديالهم، كتولي قهويه ويابسه. انا نشوف الحامضه، هي الحامضه انت هي كتولي قشرتها طايبه وما كتبقاش باينه، وشوما لداخل كتبان قهويه. هنا تاكدوا بان العسل ديالكم طاب. ولا بغيتو تاكدوا كاع 100%، كتشدوا طبيصله وكديروا فيها حتى يبرد، ولا شتيه شاد راسو مابقاش كيهبط، عرفيه راه طاب. ها هو راه بدا كيشد راسو. هانتوما دابا غادي تطفي عليه وتخليه يبرد، ومن بعد نعاد نصفيوه ان شاء الله. هانتوما انا غادي نصفي العسل ديالي من بعد ما برد شي شويه، باش نحيد له داك الليمون وداك ريلي داك المغرف الصغير. هانتوما البنات، انا غادي نبدا نضغط عليه باش داك العسل اللي لاصق في الحامض وفي ديك الكميميسه ديال الزعتر كله ينزل، ما يبقاش قابض. هانتوما غنخليه يبرد شويه ونرجع. غادي نزيدو فيه واحد 4 كاس ديال الماء زهر. هانتوما البنات، وغادي نحركو مزيان ونخليوه. هانتوما البنات، العسل ديالي من بعد ما طاب
وصفيته دابا راه برد شي شويه. شوفوا القوام ديالو كيجي زوين وثقيل وخاتر، وتقدري تقدري تصاوبي به الشباكيه والبريوات وكاع المعسلات ديال رمضان. هو من بعد ما بات هو ثقيل. هانتوما البنات شوفوا القوام ديالو رائع وزوين، والمذاق ديالو زوين، فيه مذاق الليمون والحامض وماء الزهر والقرفه، كيجي بحال العسل الحور. هادي او وجدوا هاد الوصفه هادي وهاد الطريقه وهاد المكونات اللي درت. ولا عجباتكم الوصفه وعجبكم هاد الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتحطوا لايك فضلا وليس امرا باش يوصلكم جديد وصفات سعاد. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم.